في هذا الفيديو راح اشرح والخص كرتون الدببة الثلاثة كامل من البداية للنهاية، وراح احكي كمان قصة وماضي اهم الشخصيات في الكرتون اللي هم الدببة الثلاثة قطبي وباندا وشهاب، وكيف التقوا وتعايشوا في عالم البشر وهم حيوانات ناطقة في عالم يحكموه البشر. ثلاث دببة كل واحد فيهم له شخصيته المستقلة واحلامه المستقبلية اللي تختلف من كل دب للآخر. لنبدأ بالحكاية لازم نرجع للبداية في مكان مجهول مظلم تتساقط به الامطار الغزيرة، وهناك دب بني صغير يبكي وهو عالق على شجرة عالية. لما وصل رجال الاطفاء لانقاذ هذا الصغير بنجاح من البرد القارس، ليشعر بعدها في الامان هو بيمسك بيد رجل الاطفاء اللي بتساءل كيف وصل لفوق الشجرة. من الواضح انه عائلة الدب هذا تخلت عنه او انفصل عن ولديه الذين على الاغلب تم اصطيادهم، وبعد فترة من الزمن بيكبر هذا الدب وعلى ما يبدو انه وجد عائلة جديدة من البشر، ولسخرية القدر انه هذا الدب قادر على الكلام. لنكتشف في هذا المشهد العائلي الجميل انه الدب مثل في برنامج سيت كوم كوميدي، وكان مصدق انه هذه العائلة عائلته، بس هو في الحقيقة مش فاهم انهم بس بيستغلوه للتمثيل ليدخل بعد طفل جديد ياخذ مكانه في العائلة او التمثيل يعني. وبعد شوية وقت واكتشافه ان هذه العائلة مش عائلته الحقيقية، ومحاولاته الفاشلة في استعادة مكانته عن طريق الدخول في السباق مع هذا الطفل، ليقرر في النهاية تركهم والذهاب للبحث عن عائلة جديدة تقدره اكثر. وفي مكان اخر في هذا العالم في دب باندا صغير في حديقة للحيوانات لاجراء التجارب عليه، بس على ما يبدو انه هذا الدب مش عادي لانه قادر على الكلام، ومن الواضح انه لهذا السبب هو في حديقة التجارب، وما كان عنده غير هذا الصندوق الصغير اللي بيطلع له الطعام، وهو ما بيعرف اصلا منين بيجي الطعام، ولكنه في الحقيقة داخل حديقة حيوانات يراقبه الحراس عن بعد. ليلاحظ بعض الحراس حزن الباندا بسبب الوحدة، وبيساعدوه عن طريق رمي دمية على شكل دب قطبي لتقليل وحدته، وهو في الحقيقة صدق واصبح يتعامل مع الدمية على انها حقيقية. ليلاحظ الدب من الشباك انه في عالم اخر في الخارج، وخصوصا التلفزيون اللي اراد بشدة استكشافه. ليقرر في اليوم الثاني الخروج من الحديقة عن طريق صندوق الطعام، واستطاع الخروج بس ما عرف يشغل التلفزيون. ليهاجموه الحراس بس استطاع الهروب باكتشاف انه داخل تجربة، واكيد الهروب للبحث عن عائلة حقيقية غير هذا الدب اللعبة. لنروح هلا لاخر واحد في الفريق، الدب القطبي ذات القصة الاكثر حزن في الكرتون اللي راح تبدا من القطب الشمالي، ونشوف في اول مشهد دب صغير على ما يبدو انه افترق عن عائلته لانه بكل بساطة في البرية، ومن الممكن انه يكون والديه ماتوا او تم اصطيادهم. المهم في محاولات الدب للبحث عن الطعام وجد خيمة بشرية واقتحم الخيمة، لكن صاحب الخيمة هاجمه ليسقط على الارض ويساعد الدب، ومن هون قرر الرجل ابقاء الدب في الخيمة بما انه ليس لديه منزل. ليلاحظ بعد الدب صندوق غريب وبيحاول فتحه، بس حكى له لا تقترب من هذا الصندوق، وبعدها بدأ في تعليمه العادات البشرية. بس للاسف فتح الدب الصندوق وهو الرجل مش موجود، وشاف صورة عائلته، ومن الواضح ان العائلة قد توفيت في الماضي، الى ان عاد يوري وصنع له الدب حصان من الخشب كما في صورة عائلة الرجل. بس يوري فقد اعصابه وطرد الدب من الخيمة. ليهرب الدب وهو بيبكي الى ان امسكه بعض الصيادين، واعتقد انهم هدول الصيادين هم اللي قتلوا اهل الدب لانهم بكل بساطة صيادين وشو بيصطادوا غير الدببة، ولانه على ما يبدو فيش غيرهم صيادين بالمنطقة وكانوا بيلحوا بينهم الدب الصغير. المهم بيحاولوا اصطياد الدب، ولكن يوري جاء لمحاولة انقاذ الدب في اخر لحظة. تم حصرتهم في النهاية ليبعد يوري الدب بعيدا بالثلج، ونظر الدب الى يوري وهو يبتعد بعيدا وكأنه فقد عائلته. وليبحر بعدها بمكان بعيد وعلى ما يبدو انه مكان فيه سكان من البشر، وكان من الواضح انه من البدايه ما كان عارف يتعامل مع البشر، وحاول الحصول على الطعام من احد الخبازين بس للاسف طرده بكل وقاحه. وبمشهد حزين جلس في زاويه وهو بيبكي، الى ان التقوا ببعض الاطفال المشاغبين واصبح صديقهم، ومارسوا الشغب والمشاكل لعده من الوقت، وساعدوه في الانتقام من الخباز لاقتحام محل الخباز وسرقه المال. لكن وفي اخر لحظه تذكر كلمات يوري ليتراجع على ما يفعله لانها هذه مش طبيعته. وصلت الشرطه للمكان ولكنه استطاع الهروب، وبهذا الموقف قرر ترك الأطفال والذهاب في طريقه للبحث عن حياة أفضل. هلا شفنا قصص الدببة الثلاثة كاملة، وراح نروح لأهم جزء في القصة وهو كيف التقى الدببة الثلاثة. في مكان بعيد في الأراضي الواسعة شاب بيمشي للبحث عن عائلة بعد أن ترك عائلته، إلى أن وصل إلى جسر سكة القطار وبيلتقي بباندا عالق في سكة القطار اللي كان بيعتقد إنه راح يروح لمكان رائع من هذا الطريق. وتفاؤل الشاب خلاه على الفور يعتقد بأنه وجد صديق بيشبهه، وساعد الشاب باندا إلى أن وصل للقطار وبدأوا في الهروب. ليتدخل الدب الثالث قطبي على الفور وينقذ الموقف، وبعد إنقاذ الموقف تعرفوا الثلاثة على بعض، وعلى ما يبدو إنهم على وفاق مع بعض واتفقوا انه يكونوا عائله او بالاحرى اخوه، وهذا مع اختلاف اجناس الدببه. لينطلق الثلاثه للبحث عن منزل جديد كعائله، وفي الرحله الطويله للبحث عن المنزل والعائله وصلوا لصحراء بالصندوق ارادوا ان ياخذهم اي احد عن الطريق. ليصلوا في نهايه المطاف الى مصنع صناديق بعد ما تم سرقه صندوقهم وبناء منزل بالصناديق لمحاوله الحصول على منزل، ولكن بدون اي جدوى. ليصلوا في النهايه الى مدينه جديده عن طريق الصدفه في الصندوق، ولتبدا بعد محاولاتهم العديده للحصول على منزل، ومنها الدخول الى متجر الحيوانات على امل ان ياخذهم اي احد.
حد. وبعد فتره بنشوفه في الصندوق بالبحر وصلوا الى جزيره مهجوره، والالتقاء بديف وكارل على هذه الجزيره المهجوره بعد ما ضاعوا على هذه الجزيره، ومحاولاتهم العديده الفاشله للخروج من الجزيره، بس استطاعوا في النهايه الخروج من الجزيره بعد اكتشاف طائره محطمه فيها قارب نفخ كان بيخفي عنهم ديف. وبعد هروبهم من الجزيره للاسف تخلت عنهم كارلا في نصف الطريق ليلاقوا حالهم بعد على شاطئ باليابان، واستقال الطائره للذهاب الى السويد من اجل البين كيك، وكانوا راح يدمروا الطياره في الطريق بس وصلوا بالسلامه في النهايه. وفي محاولاتهم العديده للتاقلم مع البشر وفهم عالم البشر وخصوصا المال، لما وجدوا $100 بس ما كانوا عارفين كيف يتعاملوا معاها، لدرجه انهم عملوها كفرد من العائله بدون انفاقها. وبعد شويه مغامرات وفشل كمان التقوا في هذا الروبوت اللي بيعرف المستقبل، وحكى لهم ضلوا مع بعض لانه راح تعيشوا حياه سعيده، وراح تعيشوا كمان بكهف. وبعد كمان عدة مغامرات تعلموا طريقة الجلوس فوق بعض والمشي أثناء دخولهم في مباراة كرة سلة والفوز فيها طبعا على الأطفال، وحاولوا كمان الدخول إلى مدرسة كأي طفل طبيعي وهم ما بيعرفوا أصلا شيء المدرسة، وكمان العمل في توصيل الجرائد لكسب المال، والدخول في قتال المصارعة في المكسيك. واشتروهم بعدها لرجل غني لما اقتحموا مزاد علني لقرد أليف لأنه زهق من الدمية المحشوة.